ستيكات لحم على طريقتي. شوفوا، بعد ما قطعت اللحم من الخروف لشرائح مثل ما شايفين، ودقيناهم وملحناهم وفلفلناهم بالفلفل الأسود الخشن، وقطعناهم هيك مثل ما شايفين. رجعت دقيتهم مرة تانية، حسيتهم سماك شوي، وحطينا لهم طبعا ملح وفلفل. بس هلا أخذنا زبدة مثل ما شايفين، هذا النوع من الزبدة، وقليناهم يعني تقريبا 3/4 السوية فينا نقول. وحمرناهم هيك كلياتهم بالزبدة، ورجعنا هيك قطعناهم هيك شو لحتى يستووا من جوا وما يبقوا زهري مثل ما شايفين قدامكم. بعدين هلا عملت صوص كمان. بالصوص كان فيه فلفلة حمراء وفلفلة خضراء وفطر ومعلقة طحين وملح وفلفل وزبدة طبعا. هيك حمصناهم وعملنا هذا الصوص اللذيذ. هلا توم وزبدة مع بعض، وهدول الافوكادو والرمان للزينة. عملنا مثل ما شايفين الصحن، بلشنا نزينه. طبعا هي تحتها بطاطا مهروسة، بعطيكم تبقى ان شاء الله وصفتها بعدين. وزيناها بالرمان والافوكادو. وهون الزبدة والثوم ومي حطينا فيها اللحمة لحتى تستوي، وحطينا لها الحمض اللي هو ليمون. كتير لذيذة، أنا بنصحكم فيها. الستيكات طلعوا كتير مستويين من جوا، رائعين. مثل ما شايفين الصحن بالنهاية كيف صار. اللحمة حطيناها كمان، وحطينا الصوص آخر شي. بنصحكم تجربوها، رائعة ما شاء الله. فيديو تاني بحكي لكم كيف عملت البطاطا المهروسة هي، كمان لذيذة جدا مع الرمان والأفوكادو. وجبة عشاء رائعة وخفيفة وما بتاخد وقت كتير على فكرة. يعني إذا اللحمة عندك إياها مقطعة عن جد ما بتاخد وقت. ايه، وهذا الصوص طلع لذيذ جدا جدا. وهي المرقة اللي بقيت من اللحمة والثوم والحمض كمان حطيناها، سقينا اللحمة فيها لتطلع رائعة رائعة رائعة. بنصحكم تجربوها ورح تدعوا لي أكيد. بتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. وما تنسوا تتابعوني وتدعموني وتعملوا لي لايكات وإعجاباتكم الكتيرة بتسعدني. وطبعا أكيد تعليق حلو مثلكم. وما تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وقناتي على التيك توك. بتمنى لكم سهرة سعيدة أكيد، وإن شاء الله تعالى برجع لكم فيديوهات تانية. وعشاء مثل هذا يكون خفيف، مو خفيف كتير بصراحة يعني، وكتير صحي ومتكامل يعني. بتمنى لكم يوم سعيد، وإلى اللقاء أحبائي.